3 حاجات هتستفيديهم لو علمتي زميلتك اللي قاعده جنبك معلومه جديده في الشغل. اولها واهمها انك لما بتشرحي معلومه لحد فهي بتثبت في دماغك انت اكتر، فانت عمرك ما هتنسيها، فجوده المعلومه عندك احسن، وبدل ما كنتي بتعمليها بجوده 1 فهتبقي بتعمليها بجوده 3 أو 5. تاني حاجه انك هتاخدي حسنات، لان زكاه العلم نشره، فانت لما هتتعلمي حاجه تنشريها مع الناس اللي حواليكي فربنا هيكافئك عليها. هنا قال في حديث انه فيما معناه ان لو قامت القيامه وفي ايد حد فيكم فسيله فليغرسها، يعني لو في اخر حاجه ممكن تطلع نبته من الارض يحطها ويفيد البشريه من حواليه. الحاجه الثالثه والاخيره ان زميلتك دي هتفضل تدعيلك مدى الحياه، وكل مره هي هتعمل السكيل اللي انت علمتيها لها دي انت هتاخدي حسنه معاها، لان انت كنتي سبب في ان هي تتعلمها. وسلام جدا بقى لو كانت الحاجه دي بتنقذ روح انسان، انت دكتوره مثلا، فكفايه نفسنا وحقد وكفايه غل وكتم للعلم، لان زكاه العلم نشره. فلما حد يجي يسالك على حاجه او يطلب منك حاجه تعلميها له، اعملي ده واعمليه وانت مبسوطه، بس علشانك انت.